معنا في صورة جلسة اليوم، كنت أنت هناك، يعني ما هي أبرز وقائع هذه الجلسة لو سمحت؟ مساء الخير عزيزي محمد، يعني عليك وعلى المشاهدين. يعني يوم طويل اليوم في مجلس النواب من أجل التصويت على قانون التقاعد الموحد. أكثر من 6 ساعات من النقاشات والسجالات والخلافات بين الكتل النيابية حول هذا القانون. مررت الكثير من المواد، لكن ما يميز هذه الفقرات بصراحة وبقول النواب المعارضين هي الفقرة 38. هذه الفقرة 38 أعطت امتيازات كبيرة واستثناءات كبيرة لأعضاء مجلس النواب وأعضاء الجمعية الوطنية وأعضاء المجلس الوطني والمستشارين ومن هم يعملون بعقود من الدرجات الخاصة والمدراء العامين ووكلاء الوزراء وهلم وجر. يعني هذه المادة كان مستثنى منها العمر. يعني المادة 22 كانت تنص بأنه يجب أن يخضع الموظف في الدولة إن كان موحدا ل 15 سنة، يكون عمره 50 سنة من أجل أن يخرج التقاعد. هؤلاء الدرجات الخاصة استثنوا من هذه المادة، أي بمعنى آخر النائب إذا كانت له 4 سنوات أو دخل بالتصويت نائب بدلا عن نائب آخر كانت حصيلته 4 سنوات، فهذه يستحق كل الامتيازات. الامتيازات خفضت من 80% إلى 25%. لكن ما الذي جرى؟ كانت هنالك إضافة لعدد السنوات، يعني النائب الذي لديه 8 سنوات و25% فيصعد يعني قرابة 20%، فيصعد 45%. إذا كان هو موظف أو مدير له 20 سنة سابقة تضاف 2.5%، أي يوصل بمعنى يصل إلى 80، ما يصل إلى 80 أو دون 80 بقليل. أي الراتب للبرلماني يصل إلى 6 ملايين و5 ملايين و7 ملايين ليلة من يحصل على الشهادة، والذي ليس لديه شهادة بصراحة 3 ملايين ونصف أو 4 ملايين. والموظف العادي زياد، لو سمحت آسف للمقاطعة حتى نعمل مقاطعة زياد، الموظف العادي لو طلع تقاعد ايش قد يكون راتبه؟ نعم، الموظف العادي يعني لديه 15 سنة. نعم. يجب أن يكون عمره 50 سنة، لأنه يعني لم يستثنى من المادة 22 مع العلم كان موحدا. نعم. 400,000 دينار. 400,000 دينار 16% في حالات خاصة أن تضاف فيصبح 460,000 دينار من أجل غلاء معيشة في حالات خاصة إذا كانت زوجته غير موظف. يعني تقاعد النائب الذي قد يمر شهادة بكالوريوس زياد نهاد، يعني تقاعد البرلماني الذي نعم. قد يمر لدورة واحدة أو أقل من دورة واحدة لسبب ما يقبض راتب تقاعدي أكثر ب10 مرات أو أكثر من المتقاعد العادي الذي يمضي 15 سنة في وظيفته، أليس كذلك؟ نعم. صوت نعم. البرلمان على هذه على بالضبط محمد، والبرلمان صوت على هذا التفاوت؟ صوت البرلمان صوت على هذا التفاوت، وكان هنالك اعتراض من كتلة الفضيلة النيابية، وكان هنالك مؤتمر لعمار الطعمة، وكذلك نواب من دولة القانون لم يصوتوا ونواب من المواطن لم يصوتوا. لكن عندما كانوا محتفلين في إعلان هذا الأمر ما عدا كتلة الفضيلة بصراحة قالوا لي صوتنا من أجل تمرير قانون التقاعد من أجل 2.5 مليون. قلت لهم 1.5 مليون أعطيتهم الرواتب، يعني كحد على 600,000 700,000 إذا كان مدير عام ب 33 سنة و15 سنة ل 400,000 دينار مقابلة للموظف، وأمام نائب ليس لديه سنوات خدمة يقابل نعم تقريبا 4 ملايين و3 مليون. طيب زياد، نعم هذه مطلبة، لكننا مررنا هذا الموضوع من أجل 1.5 مليون. صار واضح هذا الموضوع. ننتقل إلى موضوع آخر باختصار لو سمحت. نعم. الوقت ضيق. فيما يخص مقاطعة نواب متحدون للإصلاح، هل هناك من أخبار متى يعودون؟ ما زالوا مقاطعين؟ كيف؟